هاي جايز، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بالف خير. انا اسمي سوسنة. لو اول مرة تشوف القناة لايك وشير وسبسكرايب. ادي كده يا ست الكل. النهاردة فضلة خيرك تعالوا تغدوا معانا كشري، لان الشعب المصري كله بيحب الكشري ومش مكلف، والدقة كده عملناها بطريقة حلوة هتعجبك. بصل، ادي ده الكشري بتاعنا. فازاي خطير خطير. تعال بدل ما اقول لك الكشري الحلو ده يتعمل ازاي، ندخل في الفيديو على طول ونشوف الحلويات دي اتعملت ازاي. يلا بينا نبدأ في الفيديو على طول. بتاعتي زيت حلوين، شوية زيت زي ما شايفة كده، مش كتير ده لان احنا هنستعمله في كل الطبخة اللي احنا هنعملها. وانا قطعت بصلة جوليان وهنحطها في الزيت. لا البصل انا حطيت في البصل شوية ملح عشان يتحمر معانا حلو. المهم هنحمر البصل ده لغاية لما نتحمر، عايزينه بصلة زي بتاعت الكشري بالظبط. عادي كده يا ست الكل. نشيل البصل بتاعنا، مناديل بتاعت مطبخ، وانا هشيل من الزيت دي عشان نعمل بيه الاكل. فانا هحطه في حله كده وبعد كده هنشوف هنعمل فيه. خليه في الحله هنا شويه، يعني دول حلوين شويه، دول حلوين. نجيب الشعريه يا ست الكل، نحط زي نص كوبايه كده ونقلب. انا نقعت اول ما صحيت، نقعت عدس ابو جبه في ميه سخنه، خليته ما ياخدش معانا كتير يعني لما يستوي. مش لازم يعني تعمليه بالليل ولا تسلقيه. الطريقه دي حلوه الشديد، انا مش اول مره اعمله، كل مره بعمل الطريقه دي، فبيطلع بصراحه احلى كشري ممكن تاكليه بالطريقه دي. الشعريه خدت معانا لون. نحط الرز، كوبايه من الرز وكوبايه من العدس ابو جبه، وحطيت الكتل عشان نسخن الميه. بعد كده نجيب العدس ابو جبه ونقلبه كويس. وانا البهارات يا ست الكل هستعمل كمون وفلفل اسود وملح. انت لو تحبي تحطي كزبره حطي، ملعقه صغيره من الكمون، نص ملعقه صغيره من الفلفل، والملح طبعا على ذوقكم. ونقلب. انا الكتل جهز معايا، وانا وطيت على النار. نغطيه ونخليه لغايه لما ياخد السوا بتاعه. شوف هنعمل ايه مع بعض. هنا ظبط الملح يا ست الكل، نهدي النار على الاخر عشان يستوي معانا. غطي كده اهو. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. الكل عايزين حله حطيت فيها الزيت اللي حمرته فيه البصل، وعايزين توم كميه حلوه كده، ونخلي شويه للدقه. نقلب التوم كويس، طلع ريحته كده، نطشه بالخل. وانا عندي طماطم جاهزه يعني مسبكه وكل حاجه، فانت لو ما عندكيش اعصري في الخلاط طماطم وصفيه من القشر وحطي كده. خلاص يا ستي الكل. دول معلقتين ونص كبار من الخل. انا الخل بتاعي مركز، نشم الريحه بتاعت الخل كده، ريحه الكشري طلعت. هنا نهدي النار شويه ونحط صلصه الطماطم بتاعتنا والميه. هنا البهارات اللي هحطها كمون ملعقه صغيره كده، وفلفل اسود نص ملعقه، والملح على ذوقك طبعا. وانا هحط ملعقه كبيره من سكر البني او الابيض عشان الحموضه بتاعت الطماطم بتاعتنا. خليها على نار هاديه لغايه لما تتسبك معانا. هنا ظبط الملح، نغطي عليها نخليها لغايه لما تتسبك ونغطي عليها. كل حطيت ميه في حله برضو، هحط شويه زيت ونحط الملح بتاعنا. انا هستعمل مكرونه صغيره في مكرونه اسباجيتي، فانت ممكن تستعمل اللي انت بتحبي. بس هخليها كده شويه تغلي شويه هنا. يلا نحط الاسباجيتي والمكرونه. وانا عندي المكرونه دي، ما عنديش الصغيره خالص، خليها بس لما تستوي. نعمل الدقه كده يا ست الكل. معاي توم، وده عصير ليمونه كامله. دخلت الميه شويه، احط الكمون والملح على ذوقك طبعا، وندوق ونشوف. انا هعمل هنا تركه. الدقه دي هنحطها على النار تغلي شويه، نطفي عليها، مش هتبقى تقيله. ادي كده يا ست الكل، دي الدقه انا ظبطتها تمام، فهنخليها بس تغلي ونشيلها من على النار. ادي كده الست الكل، شايفه ابتدت تغلي معانا، شايفاها؟ مش هنديها كتير غلوه يعني، تغلي كده وشيليها من على النار على طول. كده الدقه بتاعتنا جاهزه. ده الزيت بتاع اللي عملته بالكشري كله. نعمل الشطه بتاعتنا، وانا هحطها في الصلصه اللي احنا عملناها. هي اوريدي اتسبكت خلاص الصلصه، مش عايزه ولا حاجه، كله خلاص. والمكرونه بتاعتنا جاهزه. يعني انت لو حابه تخليها لوحديها الشطه خليها عليها طماطم، بس انا هحطها في الصلصه دي اللي اتسبكت هحطها عليها. ودي المكرونه بتاعتنا، وده الزيت اللي باقي عشان يدينا طعم بتاع المطاعم. نقلب حلو. شايفه مفرفره ازاي المكرونه؟
كده الكشري بتاعنا خلص كله جاهز، ما خدش معانا وقت. يلا نحضر مع بعض ونشوف ازاي يتاكل. ادي كده يا ست الكل معانا الكشري جاهز، ودي الدقة بتاعتنا الحلوة وبصل وندوق كده. بصراحة الكشري فظيع، لازم تجربي الوصفة دي. أنا مش أول مرة أعملها، يعني أنا عملت الفيديو قبل 2 سنين، ودايما كل ما أعمله بعمله بنفس الطريقة دي. بصراحة الكمون حلو، وأنا الطريقة دي بتاعت الشيف فيفيان، فهي اللي يعني أنا اتعلمت منها الكشري هي. ده الكشري بتاع الشيف فيفيان، ما خدش معانا وقت وسهل، وكل تركاية هتعمليها هيطلع فظيع. وجربي الدقة ان انت تغليها، مش هتحسي بالليمون والخل المزازة بتاعتهم. فدي شفت انا الشيف سمر، فرحت غليتها ورحت جربتها وطلعت حلوة، فما بتحسيش بالمزازة بتاعت الليمون والثوم القوي والخل، فحلوة جربيها. فادي ده كان يا ست الكل غدانا المتواضع. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، وان انت تكتبي لي في كومنت حلو من فين انت متبعاني، وتقولي لي هل انت بتجربي اي وصفات من الوصفات اللي انا بعملها ولا لا، لغايه لما نتجي في فيديو جديد ان شاء الله.